حلاوة الحب كله. لو انت كنت بتحلم ان انت تدخل كلية فنون جميلة او اي كلية مشابهة، فاكيد اختبار القدرات استحوذ على كمية كبيرة من مخاوفك. وعلشان كده النهاردة باذن الله هنتكلم عن الاختبار ده. هو ليه في كليات بتستلزم اختبار قدرات، يعني زي فنون جميلة وفنون تطبيقية والكليات المشابهة؟ وهو اختبار القدرات ده شكله بيبقى عامل ازاي؟ وفي نفس الوقت اخد معايا ايه وانا رايح الامتحان واعمل ايه جوه اللجنه؟ ومعاهم كمان تاخد كورس قدرات ولا لا، وتسجل الامتحان امتى؟ كل ده ويمكن كمان اكتر هنتكلم عنه في حلقه النهارده. فشوف لك حاجه تشربها وكمل معايا الفيديو لحد الاخر. اشوفك جوه. اكيد دلوقتي وانت عمال بقى بتبص في الكليات اللي تقدر تدخلها، قعدت تسال نفسك هو ليه في كليات زي فنون جميله بتتعنت في حته ان هم يستلزموا اختبار قدرات جنب المجموع؟ طب اللي هو يا اخوانا، ما احنا لسه طالعين من امتحانات ثانويه عامه واحنا ناقصين؟ احنا لسه طالعين من مسلخه الثانويه العامه تدخلونا على اختبار قدرات؟ ما تاخدوا بالمجموع زي بقيه كليات ربنا. مبدئيا لو انت شايف ان الثانويه العامه دي كانت مسلخه، فحب اقول لك سلم نمر من دلوقتي. انت لسه داخل على كليه ومشاريع ودكاتره وبطاطس السوري، وبعديها شغل وكلاينت وديدلاين، وبعديها جواز وشقه وشبكه. انت من دلوقتي تشتكي من مسلخه الثانويه العامه؟ لسه قدامك كتير. اللي اقدر الاقي لك رد عليه هو سؤالك التاني: ليه اختبار القدرات؟ خلينا اشرح لك فيه ايجاز ليه كليات اللي زي فنون جميله بيحطوا اختبار قدرات بيخضع عليه الطالب علشان يقدر يدخل الكليه. فنون جميله والكليات المماثله زي فنون تطبيقيه وتربيه فنيه وتربيه موسيقيه بيدوروا في الطالب على حاجه ابعد شويه من اللي المجموع يقدر يقوله عن الطالب. بمعنى ان مثلا في فنون جميله في مواصفات لازم يتم استيفائها في الطالب عشان يقدر يدخل الكليه. يعني انا مثلا مش محتاج ان الطالب يكون حافظ لي تاريخ الدوله العثمانيه او حافظ الاسم المطوله وبيعرف يطبقها صح. هي الحاجات دي اي نعم هتفيده قدام، ولكن لب ما تبحث عنه الكليه مش الحاجات دي. الكليه بتبحث هل ممكن يكون في بذره فنان في الطالب ده ولا لا. هو ازاي بيشوف الالوان والاشكال والتكوينات، بيوظفها ازاي في شغله، قادر يطلع منها ايه. ده اللي الكليه بتدور عنه. فاحسن طريقه اقدر استشف ده عن الطالب ده ولا لا هي عن طريق اختبار الطالب بيخضع ليه. في كام سؤال بسيط بعرف منه هل هو فعلا قادر يستخدم الحاجات دي ويتعامل معاها صح، وهل في امل ان الجدع ده يبقى فنان في يوم من الايام ولا لا. ده في ايجاز مخل هو اللي اختبار القدرات موجود عشان، لان في طلبه كتير بيكونوا اقوياء في الجانب الفني، ولكن مش شرط ان هو يكون متفوق اكاديميا علشان يقدر يلاقي مكانه فنيا. فاختبار القدرات محطوط عشان يميز الطالب اللي شاطر في الجانب ده عن بقيه الجوانب. وعشان كده مجموع فنون جميله يعتبر قليل. وعشان اجيب لك من ابو اخر في الموضوع ده، خليني اقول لك انه لا يوجد شيء اسمه كليه فنيه بدون اختبار قدرات في مصر على الاقل. لان انت سواء داخل فنون جميله حكومي او فنون جميله خاص، ففي اختبار قدرات هتخضع له، سواء في الكليات الحكوميه او في الكليه الخاصه اللي انت رايح تقدم في فنون جميله اللي فيها. الاختبار القدرات لا غنى عنه. بس في الحكومي لو مثلا انا خضعت لاختبار قدرات في فنون جميله اسكندريه، ونجحت في اختبار قدرات فنون جميله اسكندريه، ودخلت فنون جميله حلوان، مش مهم انت هتمتحن فين وهينتهي بيك الامر فين. الفكره ان انت تمر باختبار قدرات في كليه حكوميه وتتقبل فيه وبعد كده تدخل. وعلى الناحيه الثانيه لو لا قدر الله حد دخل اختبار القدرات في فنون جميله مثلا الاقصر ولا قدر الله رسب فيه، مش هيقدر ان هو يدخل اي فنون جميله حكوميه في مصر طول السنه دي. لازم يستنى سنه كامله وبعد كده يقدم على اختبار القدرات بتاع السنه اللي بعديها. فهو الموضوع مش عايز اكبره في عينيك واحسسك ان هو كبير، ولكنه برضو مش هين، فاديله اهتمام بس ما تديلوش اكبر من حجمه. اكيد دلوقتي هتلاقي عندك سؤال بقى مهم جدا، وهو ايه شكل امتحان القدرات ده؟ هل يا ترى الامتحان ده شكله عامل ازاي؟ خليني اقول لك مبدئيا ان اختبار قدرات فنون جميله العادي غير اختبار قدرات بتاع عماره، لان عماره ليهم اختبار معين لوحدهم وبيبقى حكر على علم رياضه، وده انا مش هتكلم عنه باستفاضه قوي هنا. لكن بقى اختبار القدرات العادي بيبقى عباره عن 3 اسئله اساسيه. اول سؤال بيبقى الاختياري، وغالبا ده بيبقى اسهل واحد فيهم لانه عباره عن معلومات عامه. يعني اضرب لك مثال، انا في امتحان القدرات بتاعي لما دخلت كان عندي سؤال بيسالني عن بطل الدوري المصري لكره القدم في السنه اللي فاتت لا اللي قبليها. وعشان بقى نقفل النكته، البنات اللي كانوا معايا في اللجنه كانوا مستنيين الاجابه مني لان انا الولد الوحيد اللي في اللجنه وانا ماليش في الكوره. نيجي بقى على السؤالين التانيين واللي دول فيهم تقريبا مربط الفرس. اول واحد فيهم بيطلب منك ان انت ترسم مثلا محطه قطر او شارع مشهور عندكم او مدرسه او اي حاجه ليها طابع عام زي مثلا قريه مصريه او مدينه او ايا كان.
هو هيطلب منك انت ترسمها ويسيب لك بقى انت حريه التفاصيل، او هيحدد لك كام حاجه ويسيبك انت ترسم الباقي. وده السؤال الاول. السؤال التاني هيطلب منك انت تصمم شعار لمؤسسه او لحمله او لاي حاجه، تصمم لها شعار وتلونه. فكده الاختياري والتصميم والرسم، الثلاثه دول هم الثلاث اسئله الاساسيه اللي في اختبار القدرات، واللي لازم تجيب في اجمالي درجاتهم 60% على الاقل علشان تنجح. ده اختبار القدرات. وبالمناسبه طلبه علم رياضه بجانب الاختبار ده هيقدروا يقدموا على اختبار فنون جميل عماره، يعني مش عشان قدمت على عماره ما تقدرش تقدم على فنون عام او العكس، لا، انت عندك فرصه كطالب علم رياضه انت تقدم على اختبار قدرات عماره واختبار قدرات فنون جميله عادي جدا، ومفيش اي مشاكل في ان انت تقدم في الاثنين. بس برضو الكلام ده حكر على طلبه علم رياضه. فيما يخص الادوات اللي انت هتحتاجها وانت رايح الامتحان، خليني اولا انصحك وبشده ان انت تسيب الموبايل في البيت، لان انت لو جه دورك على الامتحان ومعاك الموبايل هيحرموك من دخول الامتحان بالموبايل، فهتلف على حته تسيب فيها الموبايل قبل ما تدخل تمتحن. فيستحسن تسيبه في البيت. وانت رايح خلي معاك قلم جاف ازرق وقلم رصاص اي درجه مش هتفرق كتير، وعلبه الوان 12 لون وجومه وبرايه. ما اظنش انت هتحتاج اكتر من كده، ولكن ممكن تاخد معاك مثلا مسطره او درجتين كمان من اقلام الرصاص، ولو اني بشوف ان ده زيادات. وبالاخص انت مش رايح تعمل لوحه، انت عايز تجتاز الاختبار، فانت هتحتاج كل دقيقه، فكون معاك ادوات بزياده هيدوشك. فيستحسن انت تروح ومعاك الحاجات دي بالظبط، ما تاخدش اكتر او اقل منها. ولو انت كده ولا كده في كورس فهتلاقيه بيديك الادوات دي بالظبط من ساعه ما تدخل الكورس وبيعرفك تستخدمها ازاي، فانت مش محتاج الحته دي قوي. وفي نفس الوقت انت في الاختبار هتحتاج 60% من الدرجه علشان تقدر تجتاز الاختبار. وازاي تضمن مكانك في 60% ده اللي هشرحه في الجزء الجاي. دلوقتي انت اكيد بتتساءل اعمل ايه اول ما ادخل اللجنه. بص يا نجم، اول ما تدخل الامتحان اقعد واملى مركزك كده على الكرسي، وامسك ورقه الاسئله وبص عليها نظره خاطفه، شوف الاختياري وتقدر تخلص منه ايه بسرعه، ولو في حاجه قادر تخلصها في الاختياري اخلص منها في الاول. انا من وجهه نظري شايف ان الاختياري ما يستاهلش ياخد اكتر من 10 دقائق في ايدك. هاويفر لو انت ما عرفتش تخلص الاختياري كله في الاول، خلي ال10 دقائق بتوع الاختياري في الاخر. يعني لو في حاجات ما عرفتش تجيبها بنظرك كده في الاول، ارمي الاختياري كله للاخر، لان هو مش ما يستحقش اكتر من 10 دقائق، والوقت اللي انت داخل فيه بكامل قواك العقليه هتحتاجها انت في قلب الرسومات. دلوقتي بقى هتقوم سايب الاختياري وداخل على السؤالين المهمين، البيج بوسز. اول واحد فيهم هيطلب منك ترسم رسمه، والتاني هيطلب منك تصميم. ايا كان اللي هيجيلك فيه الهام الاول ابدا بيه. بس بالنسبه للرسمه هتلاقيه بيطلب منك مثلا انت ترسم محطه قطر، محطه مترو، معلم عام، ايا هيطلب منك ان انت ترسم حاجه عامه وتظللها. احنا عندنا في الكليه محاضره الرسم بيبقى متوسط من 4 ل6 ساعات، وممكن الرسمه توصل ل3 مرات في الاسبوع، فانت بتتكلم في متوسط بتاع 12 ساعه في رسمه. فانت النبي حرصك معاك 2.5 ساعة. برضه ما اظنش الخبره اللي انت داخل بيها اختبار قدرات فنون جميله هيبقى عندك المعرفه الكافيه بالرسم والتظليل الاكاديمي. انت طبعا مش هتعمل الرسمه كلها. انت اول ما تدخل يا كبير ارمي خطوطك الاساسيه وحط المباني الاساسيه وكل حاجه اساسيه، يعني ما تدخلش في تفاصيل، ارمي الاساسات بتاعه الرسمه. وبعد ما ترمي الاساسات وتحط المين بوينتس بتاعتك، ابدا امسك حته واديها تفاصيل، وبعد ما تديها تفاصيل وتظبطها على سنجة 10 امسكها وظللها هي بالذات على سنجة 10. ممكن ترمي خطوط عريضه مع باقي اللوحه، ولكن الحته دي بالذات ظللها بالظبط، ظبط النور والظل فيها والفورم، ولو انت متقدم شويه حاول تظبط بقى كام حاجه اللي انت تعرفهم قدام. لو خلاص فانت جبت اخرك في الحته دي في الرسمه، اللي هو انا بقول للمصحح شوف انا معيش وقت، ولكني استعرضت لك انا قادر اعمل ايه في اللوحه كلها لو كان معايا وقت. وبعد كده هتخش بقى على التصميم. التصميم مهم جدا فيه انك تاخد بالك هو طالب منك ايه، لان حتى لو انت طبقت التصميم حلو قوي وخلصته كله وخليت شكله فعلا حلو، لكن بعيد عن الفكره المطلوبه، ساعتها انت شلت السؤال ده يعني بالشفا. فاهتم جدا بان انت تتكلم في محور السؤال اللي هو طالبه منك، وفي نفس الوقت تستعرض فكره تكون حلوه ولذيذه وتستعرضها بشكل لطيف. وبرده امسك حته معينه وظبط التفاصيل فيها وظبط الالوان فيها. لكن هنا التصميم يعتبر اصغر شويه، فانت عندك فرصه اكبر ان انت تخلصه. انا مش هقول لك هتاخد في كل واحد من الاسئله قد ايه، ولكن هندسها انت بقى بمعرفتك يا كبير. الفكره ان انت تراعي اخر 10 دقايق دول، نصيحه مني قفل دنيتك وسيب اخر 10 دقايق دول علشان الاختياري. هو سهل مش محتاج مجهود قد كده ومعلومات عامه، ولكن انت مش مستغني برضو عن كل الدرجه. فتيجي بقى في اخر 10 دقايق تكون الدنيا بقى ايه اتظبطت معاك، تمسك عصاره مخك وتختار بقى ايه في الاختياري. وبعد ما تخلص التصميم والرسمه والاختياري، احب اقول لك مبروك عليك اللائق يا كبير، واهلا بيك في واحده من اجمل الكليات اللي ممكن تقضي فيها سنين شبابك. ونيجي بقى للسؤال الاشهر،
هل يا ترى اخد كورس قدرات ولا ما اخدش كورس قدرات؟ الموضوع هنا سهل للغايه لدرجه ان انا بستغرب هو في حد بجد ممكن يسال السؤال ده؟ الموضوع 100% قائم عليك، بمعنى ان مش كل اللي خدوا كورس قدرات دخلوا نجحوا، ومش كل اللي ما خدوش كورس قدرات دخلوا سقطوا. هو كورس القدرات بيديك فكره. يعني مثلا دلوقتي كل اللي دخلوا نجحوا ودخلوا الكليه، هل اللي ده اخد كورس قدرات بيتميز عن اللي ما خدش كورس؟ اقول لك ابدا. يعني ناس كتير جدا كانت واخده كورس قدرات دخلت الكليه زيهم زي اللي ما خدوش. هي بس الفكره في انت وانت حابب ايه. لو انت عندك مساحه من الوقت وحابب ان انت تاخد كورس وتزود من المعرفه العامه اللي هتبقى عندك وتحب تدخل في الهاله ديت ويبقى عندك فكره عن الموضوع، لقيت مثلا كورس سعره منطقي واللي هو بيقدمه لك شيء كويس وبيقدم لك كمان معاه الادوات وانت كمان حابب تجرب، فما تقولش لا ودوس. لو انت مثلا عندك فكره عامه او حتى ما عندكش وقررت ان انت تشوفها فيديوهات على اليوتيوب وتاخدها بنفسك وتدخل تختبر بنفسك، برضو ماشي. هو اي نعم اللي اخد كورس بيبقى عنده فكره عامه مثلا عن التهشير او عن الرسم او عن المنظور، ولكن اللي ما خدش كورس برضه مش معناه ان هو هيسقط. هي في الاول وفي الاخر اجتهاد وارزاق. اكم من الناس اخدت كورسات وسقطت واكم من الناس ما خدتش كورسات ونجحت. هي المساله كلها قايمه على اجتهادك انت مش اكتر. ودلوقتي ده هيسيبنا لاخر سؤال في الحلقه: ادخل اختبار القدرات امتى؟ بص يا كبير، اولا انا كده هاخدك من ايدك ونسيب الجدع المحترم اللي اخد كورس قدرات ده، لان كورس القدرات هو اللي هيحدد له يدخل الامتحان امتى، لان هو استحاله يدخل يمتحن قبل ما يخلص الكورس بتاعه. فنسيب الجدع بتاع كورس القدرات ده وتعالى بقى انت كده معايا. اقول لك اول حاجه لازم تراعيها ان انت ما تحطش نفسك في وقت وحش. بمعنى ايه؟ ان انت عندك 3 مساحات من الوقت فيما يخص اختبار القدرات. المساحه الاولانيه وهي مساحه ما قبل امتحانات الثانويه العامه. مش عارف اذا كان هيبقى مفتوح لك انت تدخل الاختبار او تقدم عليه قبل امتحانات الثانويه العامه ولا لا، ولكن كده ولا كده يعني انت عندك مواد فعليه هتاثر في مجموعك، خساره ان انت تسيبها وتدخل تمتحن قدرات. ارمي الامتحان بعد الفتره دي، وفي نفس الوقت ما تروحش تمتحن بعد ما النتيجه تطلع، لان الضغط هيكون زاد ومش بعيد كمان تلاقي ان انت مالكش مكان ان انت تدخل تمتحن، فبرضه تسيب الفتره دي. فانت معاك المساحه اللي هي ما قبل اعلان النتيجه وما بعد اختبارات الثانويه العامه. من وجهه نظري اضرب الاسبوع اللي بعد اختبارات الثانويه العامه على طول. اول ما تخلص امتحاناتك كده معلش المصيف ممكن يستنى شويه، تخطف نفسك وتطلع على الكورس اللي هتاخده او تبدا تحضر نفسك للاختبار وتدخل تمتحنه هو وتضرب معاه امتحانات القدرات بتاعه الكليات اللي انت نفسك فيها، وباذن الله ربنا يوفقك وتنجح فيهم كلهم. فما بعد امتحانات الثانويه العامه وما قبل اعلان نتيجه الثانويه العامه فلتبتغي بين ذلك سبيلا. اتمنى اكون رديت على كل الاسئله اللي بتجوب في خيالكم. لو عندكم اي اسئله تانية سيبوها لي في الكومنتس او ادخلوا ابعتوها لي على الدي ام على الانستجرام وانا باذن الله هجاوب على اكتر قدر ممكن منها. وفي الختام ما تنساش تعمل سبسكرايب في القناه وتتابعني على كل وسائل التواصل الاجتماعي وتعمل شير ولايك للحلقه علشان الاستفاده توصل لاكبر عدد من الناس. انا عبد الرحمن يسري واهلا بيكم في يسري الوثائقيه.